في أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة الكبرى تطول طوابير الخبز ويصبح الحصول على رغيف بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب. هذا المشهد الذي يتكرر يوميا في مختلف الأحياء يعكس لمحة من لمحات المعاناة التي يتكبدها معظم المصريين للحصول على الحد الأدنى من الغذاء، لا سيما بعد أن باتت السلع الحيوية بعيدة عن متناول الجميع، بل وباتت مهددة بإلغاء الدعم الحكومي عليها. هنقفل الشواطئ ولا هنعمل ايه؟ بناكل ب5 جنيه يوم فيه وما فيش، ب5 جنيه عيش، وانا وليه على المعاش اخد معاش قد ايه؟ ما باخدش الا 300 جنيه معاش، وعيانه وباخد العلاج. والله بشرف النبي بقول كده، هو كلام صعب. هل مثلا ستلزم غير المحجبات بارتداء الحجاب؟ رجع المعاش باخد 250 جنيه. يعني ساكن بكام واكل بكام وعيالي يروحوا المدرسه بكام ويلبسوا بكام؟ ويجيبوا الرغيف ب5 قرش، يكفيهم كام رغيف في اليوم ب50 قرش؟ الكيلو الرز ب3 جنيه، هيجيب لهم ب3 جنيه منين الرز كل يوم؟ الكيلو المكرونه ب4 جنيه، هيجيب لهم منين؟ اسرق. الشواطئ المايوهية زي ما بيقولوا، المايوهية دي فيها مشكلة مش دعارة ولا قمار. هي دي قضايا مرشح الرئاسة، هي دي أسئلة اللي بتوجه لمرشح الرئاسة. يعني هو ده الموضوعات، هي دي الموضوعات الحيوية التي تهم الشعب المصري في المرشح للرئاسة. انا عايز اعرف انت هتعمل ايه في البلد. لا انا والراجل ده امسك البلد، تمسك البلد تاني يوم. انا والراجل ده شايفين ان ده مهم بالنسبه لنا، واحنا مواطنين ومعانا بطايق انتخابيه اكتر من حقوق الفقراء والغلابه. عايز يجي يستمتع بشاطئ، عايز يشرب. 75% من السياحه اللي موجوده في العالم هي سياحه شواطئ. الحكومه تدعم للغني، ما بتدعمش الفقير. انا نفسي الحكومه تدعم الفقير، تدعم الشاب، تاخده من ايديه كده تديله مستقبله. الشباب كلها ضاعت واحنا ضعنا ومخنا ضاع، والمرض كلنا اساسا من التجار الجشعين اللي هم اصحابات الشقق. والله عنده اكتر من الشقه، عنده 10. انا اعرف سباك في الجهاز عنده 22 شقه في الجهاز، اقسم بالله عنده 22 شقه والناس مش لاقيه. حرام، مفيش حد بيعبرنا ولا حد بيشوفنا. ليه؟ هو احنا لازم يتداس علينا؟ لازم يتداس علينا؟ واحنا عشان فقراء يعني؟ لمن يهمه الامر؟ لمن يهمه الامر؟ يا جماعه الله يكرمكم، بصوا لنا، بصوا للناس دي، بصوا للناس اللي اصلا مش لاقيه. اسأله سؤال خاص بيا وكل الناس. افرض انا مواطن مصري ادين بالديانه الاسلاميه او المسيحيه ايا كان، بقوم بعباداتي، بصلي وبصوم وحجيت وكل حاجه في الدنيا كلها، بس قلبي حب واحده، وبعدين قعدت معاها في مكان عام، مش مراتي ولا اختي، ومسكت ايديها قلت لها انا بحبك، وشربنا عصير ومشينا. اهو صورون، انا اقول المسؤولين نفسهم ينزلوا بدل قاعدين على الكراسي، قاعدين الكراسي وشوف الشعب المصري الميت اللي بيقولوا احنا بنحارب عشانه. خلوا بالكم الشعب المصري، عشان الشعب المصري خلاص بعد ما يفيد منه صدقوني هيتربى على نفسيها، يعني ممكن البلد تولع. هكذا لخص فقير مصري أزمة طوابير الخبز، أزمة كاشفة تتخطى رغيف الخبز لتشير بامتياز إلى انهيار دخول المصريين وإلى افتراس وحش الغلاء لأحوالهم المعيشية. في اسبانيا سياحة الشواطئ هي السياحة الرئيسية. هل هذا هو النوع من السياحة اللي حضرتك كرئيس جمهورية ستشارك أو يعني ستشجعه؟ أنا حجيت مرتين ومسلم وبصوم وبصلي وعملت 700 عمرة. أنا حبيت أو أي مواطن وقعدت في مكان عام مع اللي بحبها ومش مراتي ولا أختي. وحرام والله العظيم حرام، المفروض يشوفونا. أكتر من 3 ولا 4 سنين بنترمي من الشوارع من شقة لشقة، والإيجارات بتزيد علينا كل يوم، والحاجة بتغلى علينا كل يوم ومش لاقيين ندفع. يعني الشواطئ في مصر مش هيكون فيها مايوهات؟ هو احنا بنوصل مناقشه بيني وبين حضرتك ولا في شعب؟ انا مش هدفي ان يبقى في حكم اسلامي، مش حكم بالدين. ليه دايما كل ما تستضيفوا الدكتور حازم ابو اسماعيل او اي حد من التيار الديني سواء السلفي او الاخواني،
دايما تركزوا لنا على حته المايو وحته الخمره وحته مش ايوه كده الحقيني حضرتك قولي. تمام. يعني دايما بتركزوا له على الحتت دي، رغم ان احنا مش عايزين الحتت دي. هو قال لك انا عندي اجابتين، اجابه دينيه حسب معتقداته وحسب معتقداتنا احنا حتى المتدينين بالفطره، تمام، واجابه رئاسيه. انا بنصحه بصراحه ان هو يحاول يخرج من الزنقه اللي دايما الاعلام بيزنقها له دي، خلاص، في حته شغل الست ومش شغل الست. حتى لما قال ان شغل الست بهدله وما فيهوش كرامه، لما راجع مع برنامج الحقيقه وقال ان فعلا ما فيش كرامه لانتهاكها في التوك توك والتفتيز والحاجات المناظر اللي بتحصل للسيدات العاملات الحكوميات العاديين، تمام، كان منطقه يعني لا يقبله اي انسان سواء مسلم او مسيحي او اي واحد، خلاص، او ليبرالي او علماني او اي حد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول. ليه بتزنقوه في الاسئله دي؟ ودي حاجات خايبه، تمام، بالنسبه لبرنامج رئاسي المفروض ان احنا نشوفه ونشوف البرامج التنمويه بتاعته زي ما بيقول، خلاص. وهو الراجل ما قالكش حتى البورصه حرام، والله يكون يعني الراجل قال لك لا البورصه نظامها جميل ويؤدي لانتعاش الاقتصاد. الراجل بيتكلم على البنوك الاسلاميه ان هي بتعمل حاجه مشاريع صحيحه وبتعود بفائده اكتر، ودايما هنكسب فيها مش هنخسر، تمام. احنا عايزين نناقش البرامج الرئاسيه بتاعته، خلاص. هو والناس المحترمه اللي هي التيار الديني اللي انتم متضايقين منه، او يعني مش حضرتك بالذات، يعني ان في بعض الناس متضايقه منه. احنا جربنا التيار الليبرالي ولا العلماني بقى 60 سنه عايشين، خلاص. تركيا جربت الليبرالي الدين، يمكن يا سيدي عشان مثلا هم ما بيسرقوش، يمكن هيراعوا ربنا في شويه حاجات، يمكن الحاجات دي كلها خلاص تساعد البلد على الانتعاشه، خلاص. وبعدين الراجل بيحترم الطائفه المسيحيه جدا، بيقول لك حتى لو قدمنا لهم حريات المسلمين مجموعه في الدول الغربيه كلها، احنا كشريعه اسلاميه بنقدم ما هو اكثر، خلاص، لان بنحترم الدين الاخر. استاذه فيفي، رايك واضح جدا. اشكرك. وهو بيشكرك وانا بشكرك كمان. السلام عليكم ورحمة الله. بشكر أخونا أحمد باسورد